مش قادرة اقول لكم انا لقيت في الاول نصاية. بصوا شايفين لقيت ايه؟ يعني انا مش عارفة دي بلعتها ازاي. شايفين بلع مسمار البطاية بتاعتي خلاص. يعني مش عارفة من قلة الاكل بقى بلعت مسمار ولا عملت ازاي. يا لهوي مسمار جوه القمصاية. مش عارفة دي تبقى. بصوا ثواني انا هفتحها. هحاول افتحها قدامكم تشوفين. ده كويس ان هي مفيش ان احنا فهمنا. شايفين جوه القمصاية؟ شايفين؟ مش عارفة ايه ده، هو ده غلاف يعني عامل مسمار او تقريبا الصدى. والله يا جماعة تقريبا الصدى اللي جوه المسمار. حاجة غريبة والله، ازاي ترزي كده ياكل مسمار؟ بس هي القمصية نفسها لحمتها عادية، يمكن هو ده اللي خلاها تتهكع وما بتزيدش. والله البطارية الوحيدة اللي كنت مستغربة لها. بصوا مكانتش بتزيد نهائي. ممكن يكون المسمار ده اللي كان مخليها ما بتهضمش، لان برضه فعلا كانت الهضم عندها واقف. يلا قدر الله ما شاء فعل. هي اي نعم مسافرة كده شوية، مسافرة. انت عارفين انا وزنتها الوحيدة اللي جت 2 كيلو ونص، فرق كيلو بينها وبين اللي بتزقم معاها. بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. حلوة نعملها بما انها سليمة يعني وزغنطوطة كده، نعملها بالبرتقال. خليها بطة بالبرتقال عشان البط بالبرتقال عايز واحدة سليمة كده حلوة يعني. يلا مش مشكلة، حتى نحشيها ورق عنب في بطنها الفاضية دي. يلا لايك وشير بقى عشان ايه، لو حد عنده بط يا جماعة والهضم بتاعه بايظ زي كده، يقلب ممكن يكون لاقط حاجة منه، ده اللي موقف الهضم زي اللي ما عمله عندي هنا. يلا قدر الله ما شاء فعل. شير بقى ومتابعة.